استنى لحظة، انت اكيد مستغرب من الفيديو بالطول كده. ما هو مش طبيعي ان اغلب تطبيقات التليفون بتشتغل بالطول، الفيديو يكون بالعرض، واكيد معظم اللي بيشوف الفيديو ده بيشوفوه من التليفون. انت بتجرب تشوف الفيديو لحد اخره وقول لي رايك. الووتر ماركر او الاعلام المائية اكبر عدو الكل بيمنتج على التليفون، ومعظم تطبيقات المونتاج بتحطها كبصمة فخر ان الفيديو ده اتعمل جوه التطبيق او عشان تدفع فلوس وتشيلها، ايهم اقرب. وده حرفيا سبب لي مشكلة كبيرة لاني كنت بعتمد بشكل اساسي على كاب كات في المونتاج، بس للاسف بقى فيه هو الاخر علامة مائية ما تقدرش تشيلها. فكرت اني اسيبه واشوف تطبيق ثاني ما فيهوش علامة مائية بشكل اجباري. فتحت جوجل بلاي وبحثت عن تطبيقات المونتاج وتلاقيت اكثر من 35 تطبيق مونتاج عليه. طب إيه احسن واحد فيهم؟ عشان اعرف كده كان لازم اقارنهم كلهم ببعض، وفي شوية حاجات مهمة من وجهة نظر المتواضع لازم تكون جوه تطبيق المونتاج علشان الواحد يعرف يشتغل عليه كويس، زي التأثيرات، الانتقالات، انيميشن العنصر، ذات الكروما، الماسك، المزيج، التلوين، التسريع، الكي فريم، الكيرف، تقطيع الصوت، تأثيرات الصوت، استخراج الصوت، اضافة خط، تأثيرات للنص، انيميشن للنص، امكانية انك تشيل العلامة المائية مجانا، والتصدير بجودة عالية. لو تطبيق في كل حاجة من دول يبقى اسطوري، ولو اغلب الحاجات مش موجودة يبقى سيء، ولو في شوية حاجات جامدة بس باقي الحاجات مش موجودة يبقى عايز حد يسأل عليه. اي تطبيق غير كده يتوزع على باقي التصنيفات. واول تطبيق معنا هو تطبيق سمير سمكرة. معكم ويت ولكن من المونتاج. لو انت عايز الزبدة فانتقل الدقيقة دي، بينما لو عايز التفاصيل فكمل الفيديو. قرارك ايه اللي هتختاره. اول تطبيق معانا هو تطبيق فيديو كوك. في تأثيرات، الانتقالات مقبولة، في انيميشن ما فيش كروما، الماسك مدفوع، في مزيج، التلوين مقبول، في تسريع، الكي فريم مدفوع، ما فيش كيرف، تقطيع الصوت جيد، ما فيش تأثيرات للصوت، في استخراج للصوت، ما تقدرش تضيف خطوط، في تأثيرات للنص، انيميشن نص مقبول، ما تقدرش تشيل عمل مائية، وتصدير بجودة عالية مدفوع. المميزات، في استوكات وريكشنات جاهزة، التقييم جيد. ونروح على بعض تطبيق اكشن دايركتور. تأثيرات مقبولة، في انتقالات، ما فيش انيميشن، ما فيش كروما، ما فيش ماسك، ما فيش مزيج، التلوين مقبول، في تسريع، ما فيش كي فريم، ما فيش كيرف، ما تقدرش تقطع الصوت، مفيش تأثيرات للصوت، مفيش استخراج للصوت، ما تقدرش تضيف خطوط، وتأثيرات النص مقبولة، مفيش انيميشن للنص، تقدر تشيل عمل مائية وتقدر تصدر الفيديو بجودة عالية. المميزات، مربوط بجوجل درايف. العيوب، التايم لاين مش مريح ومعقد جدا. التقييم سيء. ونروح على اللي بعده تطبيق لايت موشن، مع العلم انه تطبيق موشن جرافيك مش تطبيق مونتاج. في كل التاثيرات تخطر على بالك، مفيش انتقالات، تقدر تعمل اي تحريك يجي على بالك. الكروما موجوده ضمن التاثيرات، تقدر تعمل ماسك باستخدام اي شكل. في مزيج، في خانه كامله للتلوين ضمن التاثيرات، في تسريع، الكي فريم موجود في كل مكان في التطبيق، وفي كيرف. تقطيع الصوت مزعج جدا، مفيش تاثيرات للصوت، مفيش استخراج للصوت، تقدر تضيف خطوط، في تاثيرات للنص، في انيميشن للنص ضمن التاثيرات، ما تقدرش تشيل العلامه المائيه، والتصدير بجوده عاليه مدفوع في بعض الاحيان. المميزات، تقدر تعمل جروب، تقدر تضيف اشكال، في كاميرا احيانا بتبقى مجانيه، تقدر ترسم، مش عارف ايه لازمتها. العيوب، كل عنصر بياخذ لين كامل لوحده، وده اللي هيصعب عليك انك تمنتج فيديو طويل. ومع كل ذلك فالتقييم ممتاز. ونروح على اللي بعده تطبيق اندروفيد. التاثيرات قليله، ما فيش انتقالات، ما فيش انيميشن، ما فيش كروما، في شكلين بس الماسك، ما فيش مزيج، التلوين مقبول، التسريع مقبول، ما فيش كي فريم، ما فيش كيرف، ما تقدرش تقطع الصوت، ما فيش تاثيرات للصوت، ما فيش استخراج للصوت، ما تقدرش تضيف خطوط، ما فيش تاثيرات للنص، ما فيش انيميشن للنص، ما تقدرش انك تشيل العمل مائيه وتقدر تصدر بجوده عاليه. المميزات، في فرش للرسم وبرضه مش عارف ايه لازمتها. التقييم سيء. ونروح على اللي بعده تطبيق كاب كات. تطبيق المنتج الوحيد اللي وصل لمليار تحميل على جوجل بلاي. التاثيرات معظمها مدفوعه، في انتقالات، في انيميشن، في كروما، في ماسك، في مزيج، في تلوين، في تسريع، في كي فريم، في كيرف. تقطيع الصوت ممتاز، في تاثيرات للصوت، في استخراج للصوت، تقدر تضيف خطوط. تاثيرات النص ممتازه، في انيميشن للنص، ما تقدرش تشيل العمل المائيه، والتصدير بجوده عاليه مدفوع. كل دي مميزاته. العيوب، كل شويه حياه المدفوعه بتكتر في التطبيق، ومع ذلك فالتقييم ممتاز. ونروح على اللي بعده تطبيق كول فيديو اديتور. التاثيرات سيئه، الانتقالات مقبوله، الانيميشن مقبول، الكروما سيئه، الماسك سيء، مفيش مزيج، التلوين مقبول، مفيش تسريع، مفيش كي فريم، مفيش كيرف، تقطيع الصوت سيء، مفيش تاثيرات للصوت، في استخراج للصوت، ما تقدرش تضيف خطوط، في تاثيرات للنص، في انيميشن للنص، ما تقدرش تشيل العامل المائيه وتقدر تصدر بجوده عاليه. المميزات، في تمبلت جاهزه. العيوب، التايم لاين بيخرف. التقييم سيء. ونروح على اللي بعده تطبيق ايزي كات. في تاثيرات، في 4 انتقالات بس، مفيش انيميشن، ازاله الكروما مدفوعه، الماسك مدفوع، المزيج اغلبه مدفوع، مفيش تلوين، مفيش تسريع، الكي فريم مدفوع، مفيش كيرف، تقطيع الصوت جيد، مفيش تاثيرات للصوت، مفيش استخراج للصوت، ما تقدرش تضيف خطوط، في تاثيرات للنص، الانيميشن النص مقبول، تقدر تشيل عمل مائيه وتقدر تصدر بجوده عاليه. العيوب، ما تقدرش تحط اكثر من لين صوت. والتقييم سيء. ونروح على اللي بعده تطبيق فيلم ميكر. في تاثيرات، في انتقالات، مفيش انيميشن، في كروما، مفيش ماسك، مفيش مزيج، في تلوين، اخرك 4 اضعاف في التسريع، مفيش كي فريم، مفيش كيرف، تقطيع الصوت سيء، مفيش تاثيرات للصوت، في استخراج للصوت، ما تقدرش تضيف خطوط، في تاثيرات للنص، في انيميشن للنص، ما تقدرش تشيل عامل مائيه وتقدر تصدر بجوده عاليه. المميزات، في ساوند افكت جاهزه. العيوب، مفيش تراكم. التقييم عايز حد يسال عليه. ونروح على اللي بعده تطبيق فيلم ميجو. التاثيرات سيئه، في انتقالات، مفيش انيميشن، مفيش كروما، في ماسك، في مزيج، في تلوين، اخرك 4 اضعاف في التسريع، في كي فريم، مفيش كيرف، تقطيع الصوت ممتاز،
مفيش تاثيرات للصوت، مفيش استخراج للصوت، ما تقدرش تضيف خطوط وتاثيرات النص سيئه، مفيش انيميشن للنص، تقدر تشيل عمل مائيه وما تقدرش تصدر بجوده عاليه. التقييم عايز حد يسال عليه. ونروح على اللي بعده، تطبيق فيلم مورا اتش دي. التاثيرات معظمها مدفوعه، كل الانتقالات مدفوعه تقريبا، في انيميشن، في كروما، في ماس، المزيج مدفوع، في تلوين، في تسريع، في كي فريم، مفيش كيرف، تقطيع الصوت جيد، في تاثيرات جامده للصوت، في استخراج للصوت، ما تقدرش تضيف خطوط، في تاثيرات للنص، انيميشن النص معظمه مدفوع، ما تقدرش تشيل العمل المائيه وما تقدرش تصدر بجوده عاليه. المفروض ان كل دي مميزات. التقييم جيد. ونروح على اللي بعده، تطبيق فيلم مورا العادي، زي اخوه في كل حاجه بالضبط، بس الفرق ان فيها ادوات ذكاء اصطناعي اكثر. التقييم جنب اخوه. ونروح على اللي بعده، تطبيق فاني ميك، في تاثيرات، في انتقالات، في انيميشن، في كروما، الماسك مقبول، في مزيج، التلوين مقبول، تقدر تسرع لحد 5 اضعاف، في كي فريم، في كيرف، مفيش تقطيع للصوت، مفيش تاثيرات للصوت، في استخراج الصوت، تقدر تضيف خطوط، تاثيرات النص مقبوله، في انيميشن للنص، تقدر تشيل عمل مائيه تقريبا وتقدر تصدر بجوده عاليه. كل دي مميزات. العيوب مفيش ليل للصوت وده عيب قاتل، ومع ذلك فالتقييم ممتاز. ونروح على اللي بعده، تطبيق جو برو كويك وتطبيق ان ميلو، الاثنين لا يصلح ان يكون تطبيقات للمونتاج اساسا. ونروح على اللي بعده، تطبيق ان شوت، في تاثيرات، في انتقالات، في انيميشن، في كروما، في ماسك، في مزيج، في تلوين، في تسريع، في كي فريم، في كيرف، تقطيع الصوت جيد، في تاثيرات للصوت، في استخراج للصوت، تقدر تضيف خطوط، في تاثيرات للنص، في انيميشن للنص، تقدر تشيل عمل مائيه وتقدر تصدر بجوده عاليه. المميزات، في مؤثرات صوتيه جاهزه، في تاثير النص اللي بيستعمله احمد ابو الروف في فيديوهاته، تقدر ترسم، في جي اف وموسيقات جاهزه. التقييم اسطوري. وبالمناسبه هو ده التطبيق اللي استخدمته في اخر فيديوهين عندي، اللي هو فيديو النهايه وفيديو التارجت. ونروح على اللي بعده، تطبيق كين ماستر، في تاثيرات، في انتقالات، في انيميشن، في كروما، في ماسك، في مزيج، في تلوين، في تسريع، في كي فريم، في كيرف، تقطيع الصوت جيد، في تاثيرات للصوت، في استخراج للصوت، تقدر تضيف خطوط، في تاثيرات للنص، في انيميشن للنص، ما تقدرش تشيل العمل المائيه وتقدر تصدر بجوده عاليه. المميزات، تقدر تحفظ المشروع كامل على جهازك بصيغه كين، في متجر اصول، في كل حاجه تقريبا، في مميزات التقاط اسطوريه مربوط ببيكسل وبيكسابي، موجود فيه مؤثرات صوتيه جاهزه. التقييم اسطوري مع ان في علامه مائيه. ونروح على اللي بعده، تطبيق لاف ايديت، هو ده اسمه مش انا اللي اخترعته، هو حرفيا اسمه لاف ايديت. التأثيرات مقبولة، في انتقالات، مفيش انيميشن، مفيش كروما، مفيش ماسك، مفيش مزيج، التلوين مقبول، في تسريع، مفيش كي فريم، مفيش كيرف، تقطيع الصوت سيء، في تأثيرات للصوت، في استخراج للصوت، ما تقدرش تضيف خطوط، تأثيرات نص بسيطة، مفيش انيميشن للنص، مفيش علامة مائية وتقدر تصدر بجودة عالية. العيوب، مفيش تراكب اساسا، التقييم سيء. ونروح على اللي بعده، تطبيق مايتو، ما رضيش يشتغل، بيقول ان تليفوني مش هيستحمل كمية الجمدان اللي عنده. ونروح على اللي بعده، تطبيق موشن نينجا، في تأثيرات، في انتقالات، في انيميشن، في كروما، في ماسك، في مزيج، في تلوين، التسريع اسطوري، في كي فريم، في كيرف، تقطيع الصوت سيء، مفيش تأثيرات للصوت، في استخراج للصوت، تقدر تضيف خطوط، في تأثيرات للنص، في انيميشن للنص، ما تقدرش تشيل عمل مائية وتقدر تصدر بجودة عالية. المميزات، تقدر تعمل جروب للطبقات وترتبهم على مزاجها، في قوالب للمونتاج جاهزة تقدر تضيفها جوا المونتاج ولا تبسطك على الاخر، تقدر تتحكم بالكواليتي وانت بتمنتج عشان تمنتج بسلاسة، في اشكال زي اللي فلايت موشن بالضبط تقدر تخصصها بطرق مجنونة، ومع كل ذلك فالتقييم ممتاز عشان مشاكل الصوت. ونروح على اللي بعده، تطبيق اوفي كات، نص التأثيرات مدفوعة، في انتقالات، مفيش انيميشن، في كروما، الماسك مقبول، في مزيج، مفيش تلوين، في تسريع، في كي فريم، مفيش كيرف، ما تقدرش تقطع الصوت، مفيش تأثيرات للصوت، في استخراج للصوت، تقدر تضيف خطوط، وحرفيا دي شغلانه لوحدها، في تأثيرات للنص، في انيميشن للنص، انيميشن النص معظمه مدفوع، ما تقدرش تشيل العمل المائيه والتصدير بجوده عاليه مدفوع. المميزات، في ساوند افكت جاهزه، التقييم عايز حد يسال عليه. ونروح على اللي بعده، تطبيق باور دايركتور، في تاثيرات، في انتقالات، في انيميشن، في كروما، في ماسك، في مزيج، في تلوين، في تسريع، في كي فريم، مفيش كيرف، تقطيع الصوت مقبول، تاثيرات الصوت مقبوله، في استخراج للصوت، تقدر تضيف خطوط، في تاثيرات للنص، في انيميشن للنص، ما تقدرش تشيل العمل المائيه بس تقدر تصدر بجوده عاليه. المميزات، في ساوند افكت جاهزه، وعشان كل حياه في تسليكيه نوعا ما فالتقييم جيد. ونروح على اللي بعده، تطبيق ريندر فورست، مفيش تاثيرات، في انتقالات، في انيميشن، مفيش كروما، مفيش ماسك، مفيش مزيج، في تلوين، مفيش تسريع، مفيش كي فريم، مفيش كيرف، تقطيع الصوت مقبول، مفيش تاثيرات للصوت، مفيش استخراج للصوت، ما تقدرش تضيف خطوط، في تاثيرات للنص، في انيميشن للنص، ما تقدرش تشيل عمل مائيه وتقدر تصدر بجوده عاليه. المميزات، تقدر تحول النص للصوت. العيوب، مش بيوصل للملفات، مش عارف اذا كانت المشكله دي عندي انا بس ولا عند كل الناس، بس انا عملت اللي عليه وجربته باستخدام الموارد اللي جوا التطبيق. التقييم سيء. ونروح على اللي بعده، تطبيق شوت كات، التاثير الجباره وكذلك الانتقالات، في انيميشن، الكروما مدفوعه، في ماسك، في مزيج، في تلوين، مفيش تسريع، الكيف فريم مدفوع، مفيش كيرف، تقطيع الصوت اسطوري، مفيش تاثير للصوت، في استخراج للصوت، تقدر تضيف خطوط،
تأثيرات النص مقبولة، وكذلك الانيميشن مفيش علامة مائية تقريبا، وتقدر تصدر بجودة عالية. المميزات في كابشن، في مؤثرات صوتية، في تحويل النص لصوت. التقييم جيد عشان الكي فريم والكروما مدفوعين. ونروح على اللي بعده، تطبيق سمارت كات اديتور. التطبيق حرفيا زي خانة الايديت الموجودة في المعرض. التقييم سيء. ونروح على اللي بعده، تطبيق سبلايت. التأثيرات مدفوعة، الانتقالات جامدة، مفيش انيميشن، مفيش كروما، الماسك مدفوع، مفيش مزيج، في تلوين، في تسريع، مفيش كي فريم ولا كيرف. خانة الصوت كلها مدفوعة، ما تقدرش تضيف خطوط. تأثيرات النص سيئة او مش موجودة اساسا. مفيش انيميشن للنص، مفيش علامة مائية تقدر تصدر بجودة عالية. التقييم سيء. ونروح على اللي بعده، تطبيق سبرينج. التأثيرات اسطورية، في انتقالات، الانيميشن اسطوري، في كروما، في ماسك، في مزيج، في تلوين، في تسريع، في كي فريم، في كيرف، تقطيع صوت جيد، في تأثيرات للصوت، في استخراج للصوت، تقدر تضيف خطوط، في تأثيرات للنص، في انيميشن للنص، تقدر تشيل العامل 100 تقريبا، وتقدر تصدر بجودة عالية. مميزاته نفس مميزات كيم ماستر، هما الاثنين اساسا من نفس الشركة، الفرق ان ده بالطول وده بالعرض. بس انا عايز اعرف حاجة واحدة بس، خازوق فين؟ ما تقنعنيش ان سبرينج يكون من غير علامة مائية على حساب كيم ماستر. تقييم اسطوري. ونروح على بعض تقييم فيديو ميكر، وهو اسم على مسمى. تأثيرات جيدة وكذلك انتقالات، انيميشن مقبول، في كروما، في ماسك، في مزيج، في تلوين، تسريع اسطوري، في كي فريم، في كيف، تقطيع الصوت جيد، تأثيرات الصوت مقبولة، في استخراج للصوت، تقدر تضيف خطوط، تأثيرات النص مقبولة، في انيميشن للنص، مفيش علامة مائية، تقدر تصدر بجودة عالية. المميزات، في استوكات جاهزة كثير هتساعدك في المونتاج. التقييم اسطوري. ونروح على اللي بعده، تطبيق فيديو ليب. في تأثيرات، في انتقالات، في انيميشن، في كروما، في ماسك، في مزيج، في تلوين، في تسريع، في كي فريم، مفيش كيرف، تقطيع الصوت معقد، مفيش تأثيرات للصوت، مفيش استخراج للصوت، ما تقدرش تضيف خطوط، في تأثيرات للنص اسطورية. انيميشن النص مقبول، ما تقدرش تشيل العامل المائية بس هي مش هتضايقك، وتقدر تصدر بجودة عالية. المميزات، في ساوند افكت جاهزة. التقييم عايز حد يسأل عليه. ونروح على اللي بعده، تطبيق فيديو شو. في تأثيرات، في انتقالات، مفيش انيميشن ولا كروما ولا ماسك ولا مزيج ولا تلوين ولا تسريع. اقول لك من الاخير، شفت محرر الفيديوهات بتاع انستغرام، هو زيه بالظبط. التقييم سيء. ونروح على اللي بعده، تقييم فيدما. في تأثيرات، في انتقالات، نص الانيميشن مدفوع، في كروما، في ماسك، في مزيج، في تلوين، في تسريع، الكي فريم شبه مدفوع، مفيش كيرف، تقطيع الصوت ممتاز، مؤثرات الصوت مقبولة، في استخراج للصوت، تقدر تضيف خطوط، تأثيرات النص جيدة، انيميشن النص اغلبه مدفوع، ما تقدرش تشيل عمل مائية وتقدر تصدر بجودة عالية. المميزات، في ساوند افكت جاهزة. التقييم جيد. ونروح على اللي بعده، تطبيق فيميو كرييت. اولا لازم تحمل تطبيق فيميو ذات نفسه عشان تشغله، واللي ما عرفش هو تطبيق فيميو فهو تطبيق يشبه اليوتيوب الى حد ما. ثانيا، المحرر نفسه هو نفس المحرر اللي في انستغرام، ده غير انك لازم تحمل تطبيق يحمل لك الفيديو علشان هو مش بيحفظ الفيديو على التليفون. باختصار، التطبيق تقييمه سيء وما تقدرش، انا جربته ومتاكد انه سيء. ونروح على اللي بعده، تطبيق فيتا الاسطنبولي. التأثيرات أسطورية، وكذلك الانتقالات، في انيميشن، في كروما، في ماسك، في مزيج، في تلوين، في تسريع، في كي فريم، مفيش كيرف، تقطيع الصوت جيد، مفيش تأثيرات للصوت، في استخراج للصوت، ما تقدرش تضيف خطوط، تأثيرات النص جيدة، وكذلك انيميشن للنص، مفيش علامة مائية وتقدر تصدر بجودة عالية. التقييم عايز حد يسأل عليه. ونروح على اللي بعد، تطبيق في باكات. في تأثيرات، في انتقالات، في انيميشن، في كروما، في ماسك، في مزيج، في تلوين، في تسريع، الكي فريم والكيرف في خانة واحدة، تقطيع الصوت جيد، مفيش تأثيرات للصوت، في استخراج للصوت، تقدر تضيف خطوط، وتأثيرات النص مقبولة، وكذلك انيميشن النص. ما تقدرش تشيل العمل المائية، ولازم تتفرج على اعلان عشان تصدر الفيديو بجودة عالية. المميزات، مربوط موقع جي اف، وتقدر تعمل جروب للعناصر، ومع ذلك في التقييم اسطوري. ونروح على اللي بعده، تطبيق فيفا فيديو. معظم التأثيرات والانتقالات مدفوعة، ما فيش انيميشن، في كروما، في ماسك، في مزيج، في تلوين، في تسريع، الكي فريم مدفوع، ما فيش كيرف، تقطيع الصوت ممتاز، ما فيش تأثيرات للصوت، استخراج الصوت مدفوع، ما تقدرش تضيف خطوط، تأثيرات النص سيئة، انيميشن النص اغلبه مدفوع، ما تقدرش تشيل العمل المائية، وما تقدرش تصدر بجودة عالية. التقييم سيء. ونروح على اللي بعده، تطبيق فيلو. نص التأثيرات مدفوعة، وكذلك الانتقالات والانيميشن، بالذات الكروما ممتازة، ما فيش ماسك، المزيج مدفوع، التلوين مدفوع، التسريع مقبول، في كي فريم، ما فيش كيرف، تقطيع الصوت مقبول، تأثيرات الصوت مدفوعة، استخراج الصوت مدفوع، ما تقدرش تضيف خط تقريبا، تأثيرات النص جيدة، انيميشن النص هو مدفوع، ما فيش علامة مائية وتقدر تصدر بجودة عالية. العيوب، الواجهة معقدة، التقييم سيء. ونروح على اللي بعده، تطبيق يوكات. في تأثيرات، نص الانتقالات مدفوعة، في انيميشن، في كروما، في ماسك، في مزيج، في تلوين، التسريع اسطوري، في كي فريم، في كيرف، تقطيع الصوت مقبول، تأثيرات الصوت مقبولة، في استخراج للصوت، تقدر تضيف خطوط، تأثيرات النص سيئة، انيميشن النص قليلة، ما فيش علامة مائية وتقدر تصدر بجودة عالية. التقييم ممتاز. واخيرا وليس اخيرا، تطبيق بي ان وتطبيق راش. الاثنين تليفوني مش بيدعمهم، ومع ذلك جبتهم على تليفون واحد صاحبي، بس هو للاسف سافر وما قدرش يصور حاجه. احب اقول لك ان في ان اسطوري، بينما برنامج راش حرفيا عامل زي ليت روم بس الفيديوهات، وتقييمه سيء. وبكده انا اكون جربت كل تطبيقات المونتاج اللي على جوجل بلاي اللي ممكن يخطر على بالك انك تجربها. في خانه السيء عندنا اكشن دايركتور، اندروفيد، كول فيديو اديتور، ايزي كات، جو برو كويك، ان ميلو، لاف اديت، ريندر فورست، سمارت كات اديتور، سبلايس، فيديو شو، فيمو كريات، فيفا فيديو، فيلو،
بريمير راش. في خانة عايز حد يسأل عليه عندنا في الميكر وفي الميجو، اوفي كات، فيديو ليب وفيتا. وفي خانة جيد عندنا فيديو كوك وفي المورا اتش دي وفي المورا العادي، باور دايركتور وشوت كات وفيدما. وفي خانة ممتاز عندنا لايت موشن، كاب كات، انيميت، موشن نينجا ويوكات. واخيرا وليس اخيرا الاساطير، عندنا انشوت، كين ماستر، سبرينج، فيديو ميكر، فيفا كات، في ان. طبعا طلع واحد زي خازوق دلوقتي في التعليقات ويقول لي ان في تطبيق مونتاج ما يعرفوش غيره هو واللي طوره، وان كان المفروض يجربه، مع انه هو متاكد ان التطبيق لا يصلح لاستخدام البشري. احب اقول للشخص ده ان انا ما جربتش غير كل التطبيقات اللي ممكن يجي في بالك انك تجربها. وبس كان ده كل شيء. لو الفيديو ده وصل ل 3500 لايك فالفيديو الجاي جارب فيه كل تطبيقات تصميم على جوجل بلاي. هعمل معكم تحدي صغير، اللي يتوقع في التعليقات الفيديو ده منتج على اي تطبيق فيفوز بتصميم مجاني من اختياره، سواء كان لوجو او بانر او صوره مصغره. ما تنساش انك تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول. ولو كنت من مستخدمي انستغرام فروح تابعني لاني موجود هناك اغلب الوقت. نلقاكم في الفيديو الجاي، مع السلامه. لو انت منتج وصلت لحد هنا فجبت لك هديه انا متاكد انها تبسطك. فاكر لما اتكلمت عن العلامه المائيه في اول الفيديو؟ اكتشفت طريقه تشيل بيها العلامه المائيه اغلب اللي بيمنتجوا ما يعرفوهاش، وهو انك تلعب في ابعاد الفيديو. وبعد ما خلص المونتاج صدر الفيديو بجوده عاليه وراح تطبيق تعرف وش علامه مائيه وكبر الفيديو عشان تشيل شريطين، وكذا انت شلت العلامه المائيه. واضمن لك ان الطريقه دي تنفع مع كل تطبيقات المونتاج. مش محتاجة حاجة يعني.